اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك. يا رب، تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك، وتركنا حوائجنا كلها بين يديك، فإنه لا يضيع عندك حق ولا يخيب لديك رجاء يا رب السلام الأرض عليكم ورحمة والسماء. الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم بفيديو جديد، بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي حابة ارحب بكل الناس الامارات اللي دخلت القناة جديد. بجد اشتراككم ده على راسي من فوق. وطبعا برحب بالامارات اللي معايا من قبل كده مكملين بلايكاتهم وكومنتاتهم. بجد ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي الامر كله، اللهم امين. بصوا بقى يا بنات، النهارده كده فيديو ضرب نار، بجد والله العظيم ضرب نار. اول حاجه بصوا، عايزه اقول لكم ان متشكره قوي قوي على الفيديو بتاع امبارح، بجد يعني متشكره جدا على كل الكومنتات اللي جت عليه واللايكات، بجد ربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا انا زي ما قلت لكم كده، انا فصلت التليفون، فصلت الفيديو ونمت على طول. تمام. لسه صاحيه حالا والله العظيم. انا بصوا ما فطرتش، ما شربتش النسكافيه بتاعي، ما عملتش اي حاجه خالص. ليه يا بنات؟ انا عندي هدف وعندي حلم وعايزه احققه. فانا قلت بقى ايه، بما اني بقى نظافه بنظافه، فقلت اعمل ايه، اخد السجاد وانزل اغسله في الشارع. يلا بينا بقى نلم السجاد. بصوا انا هغسل السجاد بس بتاع الريسبشن، اني بتاع الاوضه انا غسلته خلاص. فانا هاخد بتاع الريسبشن دلوقتي معاكم وهنزله في الشارع ونغسله مع بعض. يلا بينا. يلا بس كده ايه، نشوف هنعمل ايه. وحان وقت المعركه يا بنات. يلا، ربنا يقوينا جميعا. يلا بقى نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بصوا بقى يا بنات، هنا ثبت الكاميرا وقلت كده ايه، الم السجاد وانزل بيه تحت. عايزه اقول لكم ان بجد كنت مبسوطه جدا جدا جدا. الجو اصلا كان حر قوي 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 بصراحه، وانا كنت محتاجه شويه الميه دول. يا بنات والله العظيم متعه تانية. عارفين لما كنت بغسل السجاد عندي في الشقه فوق، كنت بحس اني تعبانه ومجهده، والميه بقى بتبهدل الشقه واشيلها والكلام ده كله، انتوا معايا. لكن لما بصراحه بدات ان انا اغسله في الشارع بالطريقه اللي انتوا شفتوها ديت، حاسه ان انا ببقى مبسوطه جدا جدا في غسيل السجاد. يعني بجد كل الناس بتزعل لما تيجي تغسل السجاد، انا ببقى اكون مبسوطه جدا بصراحه، لاني بجد بستمتع جدا جدا، وما بيكونش متعب للدرجه بصراحه، عشان خاطر الميه كلها بتكون في الشارع. انا ما بلمش اي ميه خالص، مجرد بس هو بالخرطوم وبالفرشه اللي هي الطويله دي، وخلاص كده شكرا، ما فيش اي حاجه تانية. بصوا بقى يا بنات، النهارده كده الفيديو ممتع جدا جدا جدا، يا رب كده يعجبك ويشجعك، وتشوفي لو عندك اي سجاد متبهدل، اي حاجه متبهدله، يلا قومي كده بقى تنشطي واغسلي. لسه باقي على العيد يعني حوالي، النهارده حوالي 13 يوم، فبجد يلا قومي بقى كده تنشطي وشوفي وراكي ايه واغسلي، عشان مفيش وقت خلاص بقى. انت معايا؟ قومي كده استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وشوفي البيت عندك محتاج ايه واعمليه. مش شرط تعملي زي انت، لو عندك سجاد مش نضيف اغسليه، لو عندك المطبخ متبهدل نضفيه، لو اوضه نوم، لو غرفه، لو اي حاجه اي حاجه، قومي كده تنشطي وشوفي وراكي ايه. ما تفضليش قاعده كده وتلاقي العيد دخل عليكي والدنيا كلها متبهدله، فوالله العظيم انت اللي هتتعبي. يعني مش عارفه بقى اقول لك ايه. بصي عايزه اقول لك كده ان انت قسمي وقتك، يعني قسمي الكام يوم اللي جايين دول على حسب الحاجه اللي عندك متبهدله. لو الاوضه عندك متبهدله مثلا، او اوضتين او ثلاثه، خدي كل يوم اوضه. خدي المطبخ على يومين، لان المطبخ بيكون بصراحه من الحاجات المتعبه جدا جدا. بصوا بقى، جيت هنا كده وما كانش عندي بصراحه اللي هو الخلطه بتاعه السجاد، رحت جبت بقى ورجعت. والله يا بنات انا ما كنت نمت يعني غير حوالي 4 ساعات. انا نايمه حوالي الساعه، مش فاكرة يعني، حوالي نمت 9 تقريبا أو 10، وصحيت حوالي الساعة 2. فبجد كنت مرهقة جدا جدا وكنت تعبانة، أو صحيت 3 تقريبا، يعني أنا مش فاكرة بالظبط، بس تقريبا صحيت 3. فبجد ما لحقتش أنام خالص، فكنت مرهقة جدا جدا. بس قلت يلا بقى بالمرة، عشان إيه الأيام فعلا ما تعديش ولاقي نفسي كده احتست وما غسلتش السجاد وما عملتش الريسبشن. وأكتر حاجة بتكون بصراحة هي اللي بتظهر الشقة هو الريسبشن والمطبخ، وخصوصا طبعا المطبخ برضو عندي، عشان أنا المطبخ عندي أمريكاني،
في الصاله في الريسبشن، فعشان كده بصراحه يعني لازم اهتم بالاتنين جدا جدا. بصوا بقى الجمال، بصوا النظافه والجمال. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني لعبت في الميه والله العظيم، زي ما بقول لكم كده قعدت العب بقى في الميه، كنت مبسوطه بيها جدا لدرجه ان انا ما كنتش عايزه اخلص. بصوا انا لو حد عنده السجاد عايز يغسله يا جماعه يجيبهولي وانا بجد عينيا ليه، انا بكون مستمتعه جدا جدا يعني. غير خالص لما بتغسليه عندك في الشقه، مفيش وجه مقارنه اصلا. بصي افردي بقى كده في الشارع وهاتي خرطوم بقى وبصي والمقشه بقى وافضلي دعاكي بجد يا بنات، السجاد نور كده وزهزه. انا كنت مبسوطه جدا جدا والله العظيم. عايزه بقى اقول لكم ان بجد مبسوطه جدا جدا، في ناس جديده كتير دخلت القناه، في ناس كتير بتدخل تقول لي يا هبه قناتك حلوه تستحق ان هي تتشاف اكتر واكتر. بجد والله العظيم عينيكم هي اللي حلوه، وانتوا ناس يعني من بيت اصول كده، فبجد ربنا يخليكم ليا يا رب. بحبكم جدا جدا يا بنات، وبحب كده اتكلم معاكم والله العظيم، وبقرا كل الكومنتات بتاعتكم وبكون مبسوطه جدا جدا بيها. ولما حد بيقول لي حاجه بتبسطني بجد يعني ده بيكون ان شاء الله في ميزان حسناته. بصوا بقى هنا كده زي ما انتم شايفين، انا بصوا هو غسلت ال3 سجاجيد بتوع الريسبشن و3 مشايات بس اللي هم محطوطين في الريسبشن، بس ما غسلتش اي حاجه تاني، لان السجاد عندي في الاوضه انا كنت غسلاه في الحمام، وبتاع الولاد برضو غسلته، والنجيله انا غسلتها برضو في الشارع ونزلت خلاص الفيديو بتاعها. فايه يعني خلاص الحمد لله انا غسلت كل السجاد عندي، انا تقريبا خلاص الشقه كده خلاص يعني. هو فاضل بس الريسبشن هيتنضف وهيتفرش بس كده. والديكورات بقى يا بنات مش عايزه مش قادره اقول لكم انا عملت شويه حاجات حلوه جدا هتنطق كده الريسبشن وتديله يعني اكنك غيرتي في حاجات كتير. فعلا بصوا الديكورات من الحاجات الاساسيه اللي بتغير تماما شكل المكان اللي انت فيه. اي حاجه بتجيبيها كده جديده فعلا بتديكي احساس ان انت غيرتي حاجات كتير. انت معايا؟ انت فاهمه انا عايزه اوصل لك ايه طبعا. بصوا بقى هنا كده جيت وكنت بحط خلطه السجاد، على فكره هي حلوه جدا وبتدي ريحه حلوه جدا جدا خلطه السجاد. انا في الاول ما كنتش بستعملها بصراحه، كنت بعتمد على اي مسحوق عندي، اريال، برسيل، اوكسي، اي حاجه من الحاجات دي وكنت بغسل بيه. بس المره دي قلت لا، خلطه سجاد، وغسلت بالكلوريكس الالوان واديتها بقى اديتها انتوا معايا. وكمان غسلت بالاوكسي، فيعني غسلت بحاجات كتير جدا، حاسه كده ان انا كنت منتعشه. بصوا يا بنات بجد يعني مش قادره اقول لكم، انتوا شوفوا الفيديو كده واحكموا انتوا لو مكاني كنت هتبقوا ايه. بصوا بقى سيزر عمال يهوهو كان حران، فانا حميته والله، حميته كمان في الشارع. بصوا انا مفيش حاجه ما عملتهاش. انا بصوا في اليوم ده كنت مبسوطه جدا جدا. ف يعني انا ابدعت بقى ميه وشارع وسيزر وغسيل سجاد، فكنت مبسوطه جدا جدا والله العظيم. بصوا يا بنات انا بتعامل على طبيعتي، انا مش بحب ان انا يعني ابقى واخده جنب كده لا خالص، انا مفيش الموضوع ده تماما، لا انا على طبيعتي بتعامل، مش بحب ابدا اتجمل لا خالص. اللي انا في بقوله انتوا فاهمين طبعا، صح؟ انتوا فاهميني. بصوا بقى جيت هنا، بصوا الرغاوي يا بنات، فعلا ده روتين الرغاوي كده، والريحه الحلوه مش قادره اقول لكم ريحه اللي هو المسحوق بتاع السجاد ده، الخلطه بتاعت السجاد كانت عامله ايه، فحفحت كده في الشارع والله العظيم. بصوا يعني انا كده كنت انا علامه اصلا مميزه في الشارع، بغسل السجاد في الشارع، انتوا متخيلين يعني. بس بجد فكره حلوه ان انا نزلته تحت يعني، هي بجد بصوا الفكره ريحتني. انا كنت بعاني من غسيل السجاد، لما كنت بغسله في البيت كنت بتعب جدا جدا، واحيانا كنت بحطه في الحمام وهو تقيل، لان طبعا الحمام صغير مش هيسيع السجاده الكبيره. وبصراحه في الاواخر خالص بقى كنت بوديه المغسله يتغسل بقى، اقول له لا ما انا مش هبهدل الشقه كلها عشان اغسل كام سجاده، فكنت بصراحه بستسهل واديه المغسله، بس ما كانش بينضفوا التنظيف اللي انا طبعا بنضفه له. ممكن احيانا بصوا انا مش برضو مش هظلمه يعني، هو كان بيجيبه كويس بس مش النظافه اللي انا عايزاها، مش النظافه اللي انا اتعودت عليها. بصوا لما انت تعملي حاجتك بنفسك غير ما حد يعملها لك، من الاخر يعني انا لما اغسله بايدي اكيد يعني هنضفه جدا، لكن لما هو يغسله لي يعني هيكروتني شويه او شويتين. فلا انا بصراحه غسلته كويس جدا جدا وخليته كده يزهزه. وعلى العلم عشان ما انكرش برضو مجهود حد، كان في حد بيساعدني، انتوا معايا؟ فعشان برضو انا مش بحب ان انا انسب كل حاجه لنفسي، لا كان في حد بيساعدني في غسيل السجاد معايا في الفيديو. بصوا بقى بدات ان انا كده ايه يعني، بصوا الجمال يا بنات بجد والله العظيم. انا كنت مبسوطه جدا، انا كنت عايزه كده يعني بالخرطوم كده انزل تحت الميه
والله العظيم زي ما بكلمكم كده، يعني انتوا معايا بجد، ضحكت كتير وبسطت كتير في اليوم ده جدا جدا. صراحه ما كنتش حاسه خالص ان انا بغسل السجاد بقى واجهاد وتعب وكده، وخصوصا ان انا كمان كنت مخلصه الفيديو اللي قبله كان تنظيف المطبخ. بصراحه هو ده اللي خد مني مجهود جبار وتعبت فيه جدا جدا جدا، بالرغم ان حاسه برضو ان الفيديو يعني بص، هو لحد الان حاسه ان مشاهداته مش قد كده بصراحه، لحد اللحظه دي حاسه ان مشاهداته مش قد كده، لكن الحمد لله يعني الحمد لله. بس بصراحه انا كنت استحق فيه اكتر من كده، لاني فعلا فعلا تعبت فيه قوي قوي قوي. جيت على نفسي قوي قوي بصراحه. بصوا يا بنات، انا الفتره دي جايه على نفسي جدا جدا، هقول لكم ليه بمنتهى الصراحه. انا قناتي دي تعبت فيها كتير جدا. انا بصوا قلت لنفسي تعب بتعب، يعني خلاص بقى اتعب شويه حلوين كده، وان شاء الله ربنا يدينا على قد تعبي. انا والله العظيم كمان مره ما بقول غير اللي هو الجملتين اللي قلتهم لكم دول: يا رب اديني على قد تعبي. انا لو تعبت فيها اديني، لو ما تعبتش خلاص انا مش عايزه، انتوا معايا، مش عايزاها تكبر. بس انا تعبت فيها كتير جدا يا بنات، فقلت لا بصوا، انا ان شاء الله كل يوم معاكم وكل يوم بنزل فيديو، على الله وعسى على الله وعسى يعني ان شاء الله القناه تتشاف اكتر وتتعرف اكتر وتطلع اكتر. عايزه اقول لكم كمان والله العظيم هو بيبقى زي ما يكون حظ كده، انتوا معايا. يعني في قنوات، طبعا انا ما بعيبش في حد وما بقولش حاجه على حد والله، بس في قنوات ما تستاهلش اصلا هي توصل حتى ل1000، ومع ذلك معديه كتير، انتوا معايا. مش فاهمه بصراحه، هو الناس بتحب الحاجه التافهه، هي الناس بتحب الحاجه اللي مثلا ما بتستفادش منها، الحاجه اللي بتحب المشاكل، بتحب المحتوى الغريب، انتوا معايا. يعني انا لو بعرض مشاكل بقى ونكد وحاجات هبله كده، سوري في الكلمه يعني، بس فعلا والله العظيم بحس ان في قنوات فعلا يعني ما فيهاش حاجه خالص اصلا تتشاف، وبلاقي مشاهداتها بالمليون. انا مش عارفه ازاي بصراحه، بس برجع واقول لنفسي هو يعني بيبقى رزق ونصيب. فالحمد لله انا راضيه وكل حاجه، بس انا بفضفض معاكم والله مش اكتر. بس انا بستغرب، يعني بستغرب ان القنوات دي متشافه، انتوا معايا، بس مش اكتر يعني. طب اتشافت ازاي اصلا وهي اصلا ما عندهاش محتوى؟ فارجع اقول برضه هو رزق، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بصوا بقى، دخلت كده على المشيات، حطيتها على الشجره، وبدات ان انا برضه ايه يعني اشطفها بالخرطوم عشان ايه تنزل بقى كل الربس اللي كان فيها واي حاجه. بصوا بقى يا بنات، الفيديو جميل جدا جدا وهيشجعك، ووعديني كده ان انت لو عندك سجاده متبهدله ومتوسخه بجد والله العظيم حرام ان انت تدخلي بيها على العيد كده، لا بجد قومي بقى كده اتنشطي، شوفي انت بتغسلي سجادك فين، في الحمام حتى لو هتتنيها معلش تعالي على نفسك شويه، ولو حتى كل يوم هتاخدي السجاده. انا عارفه ان اكتر حاجه بتتعبنا هي غسيل السجاد، زي ما بقول لك كده والله العظيم. انا بصوا يعني كان في وقت بيجي عليا يا بنات، والله والله ما بكدب عليكي، كنت بلم سجاد الشقه كلها وادخل في الحمام في عز الحر، وكان بيبقى في رمضان على فكره عشان العيد كنت بغسله. والله يا بنات كنت خلاص ببقى صمت الفجر اذن، وادخل في الحمام قافله عليا، والحر بقى بشر ميه بجد، ببقى عرق فظيع، ومع ذلك عماله اغسل في السجاد كله في الحمام، وبعطش جدا جدا. وبعد كده يعني بصوا ايدي بقى خلاص ما بقدرش، وببقى عطشانه جدا، وبدخل بقى انتوا عارفين بقى الميته بجد والله العظيم، فعلا بكون خلاص يعني اصحى الصبح بقى كل جسمي يعني نار فيه، كل جسمي بيوجعني جدا جدا، لاني كنت بضغط على نفسي، كنت بضغط على نفسي لما بغسل كل السجاد. وكنت بغسل كمان لو عارفين اللي هي الفرشه الصغيره دي الناشفه دي، بصراحه كانت متعبه جدا جدا. فكنت بفضل بقى ادعك بيها وما كانش عندي قناه ولا حاجه، بس انا طول عمري بحب اهتم بالسجاد، لان السجاد اللي بينور المكان اللي هو فيه، يعني لو اوضه بينورها، لو الريسبشن بينوره، انت معايا. لكن لو سجادك مش نضيف ودخلتي والله لو فرشه ايه برضه هتبان ان شقتك مش نضيفه. فاهتمي بسجادك ودايما نضفيه صدقيني، لان في ناس كتير جدا بتبعت تقول لي يا هبه احنا بنشتكي من نوع السجاد دوت مش بينضف وبيبهدل والكلام ده كله. لا، لو انت اهتمتي بيه وفضلتي دايما تغسليه وتحافظي عليه والله العظيم ما هيبهدل منك. على فكره انا السجادي ده بقاله فتره طويله جدا، انا يمكن بقاله عندي من ساعه، يعني بقاله عندي بتاع 12 سنه يعني، انتوا معايا، فبقاله فتره طويله، بس تشوفيه كله جديد في جديد. انا ما جبت السجاد تاني بصراحه غيره يعني، فاهميني؟ فلا، السجاد من الحاجات الأساسية اللي لازم تهتمي بيها في بيتك. أنا ما بعرفش بقى أن أنا أحط عليه الحافظة والحاجات اللي هم بيحطوها اللي طالعة الجديدة دي، لا يعني أنا ما أخبيش سجادي وأخبيه لي، أنا مش جايباه عشان أخبيه، لا أنا جايباه عشان أستمتع بيه، بس في نفس الوقت أحافظ عليه. انا ده رايي بصراحه. بس في ناس تانية تقولك لا انا اجيب حافظه عشان تحافظ لي على السجاده عشان ما يتوسخش.
طب انت جايبه السجاد ليه بقى؟ ما تشيلي السجاد وحطي الحافظه وخلاص. انتوا فاهميني انا عايزه اوصل لكم ايه طبعا. بصوا بقى هنا كنت خلاص خلصته كده بقى وركنته عشان يتصفى، وقلت بقى الشجر القمر ده عايزه ارشه، لان الشجر بيشتكي، الجو حر موت يا بنات بجد. فقلت له بقى تعالى كده اما ارشك وتعالى بقى حميك. بصوا انا خدته حميته، هو كان يعني حران، كان حران فعلا. فبصوا هو يعني هو مكسوف، هو مش متضايق من الميه، هو مكسوف منكم على فكره. بصوا خدته كده بقى وايه وحميته حمومه حلوه. وبعد كده هو بقى بصوا نشف نفسه كده بقى. بصوا لما ينشف نفسه يا بنات بصراحه كان صعبان عليا جدا، الجو فعلا كان حر قوي قوي قوي، وهو كان حاسه كده ان هو كان تعبان، كان كسلان، فعشان كده قلت احميه يعني، عشان كده ينتعش ويفرفش ويفوق كده. فبصراحه اول ما حميته والله فعلا فاق جدا جدا، وقعد يهوهو يهوهو، كان مبسوط جدا جدا انه استحمى يعني. بصوا بقى جيت هنا كده على الشجر وغسلته، رشيته كويس جدا، غسلته ورشيته كويس جدا، ودخلت على الجنينه. قلت بقى بالمره كده برضو انا بقالي فتره بصراحه ما برشهاش، يعني ما بيجيش جنبها، في حد بيجي برضو يرشها، انا ما برشهاش وما بيجيش جنبها. فقلت لا ادخل كده يعني ارش بقى وانتعش في الميه الجميله دي. بجد الجو كان حلو جدا جدا، يعني هو كان حر بس انا لعبي في الميه كنت مش حاسه باي حر خالص. فانا كنت مبسوطه جدا جدا بالفيديو دوت، ويا رب كده ان شاء الله يكون خفيف على قلوبكم كده وحلو ليكم، وان شاء الله كده يشجعكم برضو ان انتوا تشوفوا الغسيل السجاد عندكم، اي غسيل اي سجاد محتاج يتغسل تقوموا وتغسلوه. والله العظيم يا بنات بصي لو بداتي من دلوقتي هتخلصي كل حاجه وراكي، وبجد والله العظيم يعني هتكوني مرتاحه جدا جدا، وهتحسي كده انت داخله على العيد مبسوطه ومرتاحه، وممكن حتى تريحي 4 ايام العيد دول. تخرجي بقى مع ولادك، هتروحي مع عند والدتك، هتروحي عند حماتك، انتوا معايا. فطبعا لو انتوا متجوزين، لو انتوا لسه بنوتات هتخرجي مع صحابك، هتروحي عند يعني اهلك، اهل مامتك، اهل باباكي، هتلاقي كده ان العيد حلو كده وجميل. لكن هتفضلي بقى في العيد قاعده، هتبقي عاتله مثلا عايزه انضف ده وعايزه امسح ده وعايزه اغسل ده، لا خالص. طبعا احنا واخدين العيد ان احنا نستجم فيه ونقعد كده نرتاح، ما نعملش فيه اي حاجه خالص. احنا كل اللي هنعمله هنعمل الفته وهناكل فته وهنطلع من العيد تخنانين مثلا 6 7 8 10 كيلو، فعادي يعني مفيش مشكله. بعد كده نعمل دايت. بجد يا بنات بصوا هنا كان في ريحان هنا، كان ريحته حلوه جدا، خصوصا لما رشيته بصراحه ريحته فوحت الجنينه كلها. بجد يا بنات انا بصوا انا عاشقه للزرع، للورد والريحان والحاجات دي كلها. انا كنت في البلكونه عندي كنت بجيب ورد طبيعي، بس بصراحه كان بيبوظ مني، جبته كتير جدا وكان بيبوظ، عشان كده انا فكرت في الصناعي. لكن انا عاشقه للحاجه الطبيعيه بصراحه، بتدي منظر وريحه غير عاديه، غير طبعا الصناعي خالص خالص. بس ما بيعيش عندي بصراحه عشان الشمس وكده بيموت، فبطلت اجيبه بصراحه. بصوا بقى بدات كده ان انا ارش وانضف كده، وحسيت يا بنات والله العظيم انا نضفت قلبي لما نضفت سجادي. والله العظيم فعلا فعلا النظافه دي نعمه من ربنا. قومي كده يلا اتنشطي، فاضل زي ما قلت لك حوالي 13 يوم على العيد، ادخلي العيد وشقتك نظيفه. بصوا بقى يا بنات هنا كده كنت خلاص فرشتهم، كنت تعبت وخلصت خلاص. بصوا بقوا زي الفل بصراحه. بصوا اجمل حاجه انا استفدت فيها في الفيديو ده هو الميه اللي انا يعني بهدلت نفسي بيها. انا من عشاق الميه زي الاطفال كده، قعدت العب فيها. بصوا نشرت التانية هنا اهي، انا غسلت ال3 دول بس، وال3 مشيت زي ما انتوا ايه شفتوا. بصوا اهي، والتالتة حطيتها هنا كده. يلا بقى ادخلوا بجد بجد فجروا لي كده زرار اللايكات ماشي. انا عايزه كده بقى ايه، مش هقول 1000 لايك، انا مش هقول 1000 لايك على الفيديو ده، انا هسيبها انتوا ذوقكم، اللي حابب يحط لايك يحط يا بنات، واللي مش حابب هو حر بجد برده، ورايه يحترم، رايه يحترم. بس كده هو ده الفيديو بتاع النهارده بقى. لو عجبك ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.